الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح، بس الواحد كان تعبان شوية. بس يلا بينا. الفيديو ده عن كومنت جالي بصراحة، يعني على الفيسبوك بيج. الكومنت هسيبه لكم على الشاشة. ازاي احب الجيم؟ انا بكرهه حرفيا، وبحس انه تعذيب مش رياضة، وبيحط ضغط نفسي رهيب على اعصابي وسبته. طبعا أنا الكومنت ده بعيدا هو، انا مش مستغرب، لان ناس كتير ممكن تتحط في الزون دي بسبب حاجات كتير هنذكرها في الفيديو. بس كان لازم اساله ليه المرحلة دي انت وصلت لها. فرد عليا قال لي التمارين بتكون صعبة قوي، بحس روحي بتطلع وانا بلعبها، خاصة تمارين الرجل. الهيب ثراست مثلا عذاب بالنسبة لي. كمان فكرة لازم التزم بعدد جرامات معين من البروتين بيضغطني جدا لطبيعة شغلي. مش باكل كتير، وظروف شغلي بتخليني اقضي وقت طويل برا البيت بدون اكل، وما عنديش وقت لتحضير الوجبات، وده ضاغط جدا على اعصابي. نتكلم في شقين: شق التدريب وشق التغذية. حضر المشروب بتاعك كده، وتعالى نبدأ الفيديو ده، وهنبريك داون كل حاجة. والموضوع ده حصل معانا شخصيا، مش حالة فردية وبيتكرر كتير. وهقول لك ايه سببه، وهقول لك ازاي تعالجه. حضر الكوباية القهوة بتاعتك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بالنسبة للموضوع، فكرة ان انت بتكره الجيم، انت ربطت حاجة سلبية بالمكان اللي انت رحت فيه، سواء كانت معاملة، سواء كان كابتن، او الاتموسفير بتاع المكان. فده طبيعي. انت لو رحت اي مكان غير الجيم، لا اي رياضة، اي كافيه، اي مطعم، لقيت فيه تجربة سيئة، معاملة سيئة، مش بتحس براحة نفسية، فانت طبيعي جدا هتكره المكان ده. هتكره المطعم الفلاني. مش ما ينفعش ان انا اقول هكره الجيم او الجيمات بناء على تجربة واحدة سيئة في الجيم معين، لان لو كده كان زماننا كلنا بجد لما بدأنا في 2013. والناس اللي اقدم مني كانوا كرهوا الجيم بسبب اللي هم شافوه مثلا من غلطات، من إهمال، من عدم خبرة، لكل الكلام ده. اللي حصل معاك ممكن وارد جدا الجيم اللي انت روحته الاتموسفير بتاعه ما كانش مناسب، الاجواء بتاعته ما كانتش مناسبه، سواء كنت انت جيم عادي، جيم بلدي زي ما احنا بنقول. انا بدات في جيم بلدي في 2013، والتجربه ما كانتش احسن تجربه في البدايه خالص. الشاب عنده 13 سنه، او يعتبر طفل عنده 13 سنه، من تمرين لتسخين. لان هنقول ان برضو في مازال في مصر فئة كبيرة للأسف من المتدربين ممتهنين المهنة، هم غير متخصصين، سواء غير تربية رياضية أو حتى هو مش تربية رياضية وحب المجال ده، بس خده بمجرد الخبرة. ما كانش فيه دراسة كافية، ما كانش فيه مجهود كافي من قدر من العلم اللي عنده، ان هو ازاي في الأول قبل ما ان هو يدرس تشريح وعلم حركة، وازاي يحط التمارين اللي هو لازم يدرس ازاي يتعامل معاك. فالمعاملة اساسا هي اساس كل حاجة. من اول ما تدخل المكان ترتاح فيه نفسيا، معاملة من الريسبشن، معاملة من الكوتش بتاعك. فهي انت حصل تجربة سلبية في مكان ما، ممكن يكون بسبب ان انت المكان كان عشوائي بقدر الامكان. الراجل المدرب اللي هناك كان عارف انت. هنضرب مثل زمان كده واحنا صغيرين، لو رحنا لمدرس معاملته شديدة شوية، مش معنى ان هو شديدة ان هو بيعاقب، لا، شديدة بمعنى ان هو لو انت غلط، او ان انت عملت حاجة غصب عنك، فهو هيوبخك او يحسسك بعدم القيمة، او ان انت مش فالح في اي حاجة. فده طبعا بيأثر في نفسيتك، وانت ممكن تكره المادة بسبب الموضوع ده، بسبب تعامل المدرس ده. بالعكس هتلاقي في مدرسين تاني على النقيض معاملتهم كويسة، حتى لما بتغلط بيعرف يأدبك صح، بس ما بيخلكش لا تكره المادة ولا تكره هو شخصيا. فهو بيعرف ان هو يتعامل معاك ازاي. دي اول حاجة. فموضوع ان انت تكره الجيم ذات نفسه، انت حاول بجد تختار مكان مناسب، لا يبقى بعيد عن البيت او بعيد عن مكان الشغل. المكان هادي كويس، المدربين اللي فيه يكونوا على قدر من العلم، بيعرفوا ازاي يتعاملوا مع بني ادمين، مش بمجرد ان في ناس داخلاله كده. انا هو تعالى انا قاعد في المكان فهديك 3 4 تمارين وخلاص. تمارين الليسته اللي عندي اللي انا حافظها بديها لكل الناس هديها لك. ده بصراحة يعني ممكن ينفع بعض الناس، والأغلبية العظمى مش هينفع، لأن في الغالب الغالبية العظمى اللي بتروح الجيم سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في العالم كله هم شقين كبار جدا: شق كومبيتيتيف، رياضي، سواء كان كمال أجسام، سواء كان رياضيين محترفين، لاعبين كورة، لاعبين سلة، لاعبين باسكت، سباحة. كل ده بيرجع للجيمناستيك، بيرجع للجيم عشان يقوي من عضلاته، عشان يعني يحسن من المرونة بتاعته. ده اسمه جيمناستيك، مش الجيم اللي هو رياضة رفع الأوزان خالص. ده
resistance training جزء من اجزاء الرياضه اللي هي بنسميها عوامل اللياقه البدنيه بالعربي. تمام، جزء منها التحمل والقوه والسرعه والقوه الانفجاريه الى اخره، ورجاله التربيه الرياضيه عارفه ده كويس. فانت لما تبقى داخل الجيم انت المفروض يعني في المعاملة انت بتشوف المعاملة بتاعتك مع المدرب عاملة ازاي. هل المدرب ده على قدر من العلم الكافي ان هو يقدر يتعامل معاك في المقام الاول، يقدر يحط لك اهدافك بدون ما يضغطك، يحط عدد ايام تمارين معينة تقدر تلتزم بيها، ان هو دي فعلا ما تبقاش لود عليك، تبقى موضوع الجيم بالنسبة لك ان المكان اللي انت بتفصل فيه، لان الجيم في الغالب المفروض ان هو المكان اللي انت بتشد فيه فيش عن دماغك. سوري البرد تعبني جدا. مش عارف انا ايه البرد اللي بيجي في عز الحر ده، بس ماشي. المكان اللي انت بتروح فيه عشان تفصل من الشغل ومن البيت ومن كل الضغوطات اللي عليك، تشد الفيشة كده الفيز من دماغك. وبعد التمرين احساس الاندورفين اللي بيضرب في دماغك بيحسسك بالنشوة او بالارتياح، بيخليك تعرف تفكر تنام كويس. على فكرة في ناس كتيرة جدا لما التزمت بالتمرين سواء يوم او يومين او حتى تمارين في البيت، نومهم اتحسن، المود بتاعهم اتحسن. فالموضوع ان انت تكره الجيم عشان تجربة سيئة يعني مش احسن حاجة خالص. حتى لو الجيم بتاعك اللي قريب منك مش احسن حاجة، بيشغلوا اغاني صاخبة، الرجالة كلها بودي بيلدرز بتروح بالليل فشباب صغيرة، مدرب بيهتم بالشباب الصغيرة عشان سهل ان هو يشكلهم ويحط عليهم لود. ف هقول لك حاول تريتش لمدرب كويس، توصل لمدرب اوريدي بجد عنده ضمير، بيتقي الله في شغله. اهم حاجه بيتقي الله في شغله، لان هو مش لازم برضه تروح لاشطر واحد وهو ما بيتقيش الله في شغله، يعني مش او اللي بيدفع اكتر، لان البي تي في الغالب بيكون غالي جدا على بعض الناس، خصوصا في الجيمات بتاع الجولد جيم. السيشنز ال 21 سيشن بتبقى مكلفه جدا، في كوتشز اونلاين كتير وشركات اونلاين كتير بتوفر الخدمه دي بسعر يعتبر زهيد يعني. ان انت تحط الاهداف بتاعه الرياضه بتاعتك. انا هتمرن يومين ثلاثه، اولا لصحتي النفسيه في المقام الاول، اتحرك صح، لان موضوع الحركه ان انت تحط حمل على العضلات في موشن معين او في حركه معينه. احنا في الغالب بنتحرك، يعني مش هنقول بنتحرك غلط، بنحط لود على العضلات في وضعيات غلط بسبب ان احنا قاعدين كتير ما بنتحركش كتير. ممكن ظروف شغلنا بتجبرنا ان احنا نستخدم عضلات معينة على عضلات تانية، فده بيعمل مشاكل بعد كده. مع التقدم في العمر العضلات دي بتضعف، فلما العضلات دي بتضعف تدريجيا بقى بيبدأ يحمل على الفقرات والمفاصل. ده اللي بيعمل لنا ايه؟ ده بيعمل لنا مشاكل في الفقرات، ممكن يعمل لنا ديسك، ممكن بيعمل لنا آلام في الفقرات العنقية، في اللور باك من تحت اللمبر سباين. بتحس ان انت في وجع في القطنية، بتبدأ تحمل على الغضاريف بتاعة الركبة. العضلات عارف انت، فكر في العضلات ان هي مجموعة من الروافع، او مش مجموعة من الروافع، خلينا نسهلها، زي اساتك كده مربوطة بالعظم، هي اللي بتحرك العظم يمين وشمال وفوق وتحت، وهي مسؤولة عن الحفاظ على المفاصل بتاعتك. فهي دي الوظيفة الرئيسية بتاعت العضلات، انها تحركك. ففي قاعدة عامة لو انت مش هتستخدمها هتفقدها. ازاي تستخدمها صح؟ انت ممكن من البيت يومين ثلاثة هتثبت حركات عادية جدا. انت اتكلمت عن مشكلة الهيب ثراست. الهيب ثراست اصلا يعني ممكن تعمل جلوت بريدج كبداية، ده اسهل حاجة. المدرب الصح يعرف العميل اللي معاه هو مش حابب المكان، هو جاي قلقان من المكان. هو انت لازم المدرب اللي يكون معاك يحببك في المكان، سواء كان جيم او يحببك في التمرين، يحط لك خير الأعمال أدومها. يعني أنت لو محتاج 3 تمارين 4 تمارين فول بودي، 5 تمارين بكتير سهلين تقدر تعملهم بالبودي ويت زي الفل. الإكسرسايز سelection يكون سهل ليك تعمله، يعني أنت المدرب لما تعرف إن هو شاطر إن هو يسهل عليك التمرين، مش صعب عليك التمرين. أي حد ممكن تدخله الجيم تقدر تقتله ويطلع من الجيم كتافه متخلعة مش قادر يتحرك. أنا فاكر أول يوم ليا في الجيم أنا سخنت بال5 كيلو، 5 أو 2 ونص، كنت بلعب رفرفة 50 عدة والله العظيم أنا فاكر، و50 عدة بريس، شولدر بريس، و50 عدة بريس 11. ده كان التسخين. والله أنا كنت فاكر اليوم ده أنا خلصت، أنا كتافي الاتنين مش قادر إن أنا خلاص مفيش. طبعا عشان الأتموسفير بتاع الجيم وأغاني وبتاع، والرجالة ضاربة الحمالات من هنا وريحة العلق والتستوستيرون في كل حتة، فاللي هو أنت اتمرن فاللي هو أنت بتخلص جيم، أنت لو طلعت من بره الجيم سليم أنت كده الحمد لله يعني.
يعني هي كانت فترة والحمد لله يعني عدينا منها من غير ما نتصاب واحنا صغيرين. يعني الواحد ما كانش عنده الوعي الكافي اصلا ان هو يدور، وما كانش فيه المعلومات اللي موجودة دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، انت لو دخلت على اليوتيوب كتبت فول بودي ويت تريننج هتلاقي حاجات بسيطة ناس بتعملها على اليوتيوب بوزن الجسم، تقدر تعملها، تختار تمرينين 3 أو 5 سهلين تعرف تعملهم تلتزم بيهم. ده النقطة بتاعت الايه التمرين. ومش شرط الجيم، يعني الجيمناستيك او الجيم عموما، لو مش رياضة بس، مش حديد بس، عندك هيندرج تحت المشي. المشي كويس جدا، هيظبط الضغط ويظبط الصحة العامة عموما، ده أجمل رياضة في الدنيا. بس مش زي الرياضة اللي انت بتحط عليها ريزيستنت خارجي، وزن، سواء وزن الجسم أو سواء أوزان خارجية أو أساتك مقاومة. كل دي أوزان خارجية تقدر إن انت تشغل بيها عضلاتك. مش شرط كلمة جيم كده العضلات بقى والجو ده يعني. اطلعوا بقى من فكرة البودي بيلدرز كده، لأن الرياضة صحة عامة لكل الناس، لكل الأعمار، من أول 12 سنة وتحت ال 12 سنة لفوق ال 60 وال 70. اللي يقول لك غير كده اعرف إن هو يا إما بودي بيلدر صرف، هو حاطط نفسه في الحتة دي، أو هو مثلا مدرب متخصص للسترينث اند كونديشننج أو للاعبين. هو تخصصه ان هو يمرن لاعبين، سواء لاعبين جمباز، لاعبين سله، لاعبين كره طايره، لاعبين سباحه، ايا كان اللعبه اللي هو تخصص فيها. وفي مدربين في المجال ده في القاهره بسم الله ما شاء الله عليهم، وفي منهم ناس على معرفه منهم شخصيه، منهم صديق ليا يعني عزيز بصراحه، خدنا مع بعض كورس الايس في 2023 يعني في المجال ده. وحاليا عمل دبلومه في اسمها، مش فاكر اسم الدبلومه، تقريبا ليها علاقه ببرشلونه او تيم برشلونه. لو لقيتها بقى هسيب لكم اللينك، واحط لكم اللينك برضو بتاعه في الكومنتات لو حد حابب ان هو يستثمر في فكرة ان هو يبقى competitive. انا مش فاكر، تقريبا كان بيلعب سلة او حاجة شبه كده الرياضة اللي بيمرنها. فهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. فالفكرة كلها ان المدرب الصح يعرف يتعامل مع السواد الأعظم من الناس. كل الناس يعرف يتعامل معاهم، يعرف يحط لهم دايت بلان مناسبة، يعرف يحط لهم تمرين مناسب. نيجي لموضوع الدايت. انت قلت ان الدايت بيحط عليك ستريس، دي اكبر غلطة هتوديك في داهية. انت لازم الدايت تخليه لايف ستايل في الاول. موضوع الدايت الورقة او ان انا اكتب لك دايت ده مش افضل حاجة لشخص مش متعود على الدايت شغله كتير بره. هو الفكرة ان انت تغير المايند سيت، ان انت تشوف ايه الصحي ايه الاصح، وتقدر تعمل ايه وتعمله. يعني معظم الناس اللي بتعمل البلانز بيسألك انت يومك بتبقى ماشي ازاي، بتتحرك ازاي، بتروح شغلك امتى، شغلك عامل ازاي، ايه الاكل اللي انت بتاكله اللي ما بتاكلوش، ايه اللي متوفر حواليك. فبيبدأ هو يظبط لك الحاجات الصحية بناء على الانبوتس او بناء على الحاجات اللي هو خدها منك. تمام. فهي دي فكرة ان انت تهوس البروتين الكتير عشان تبني عضلات، او لو انت ما دخلتش كمية من البروتين دي هتبقى خلاص كخة واليوم باظ. لا خالص ابدا والله. محدش فينا حاليا في مصر عامة ممكن بيدخل البروتين بتاعه بانتظام غير البودي بيلدرز. يعني البودي بيلدرز او اللي هم الشباب اللين قوي على السوشيال ميديا، اللي هم لازم يبقى طول السنة بيرفكت. فده ممكن يقول لك ده الاستثناء، لكن السواد الأعظم حتى الناس اللي أنا بمرنهم الحمد لله معظم الناس اللي بمرنهم في اللايف ستايل وحققوا نتائج الحمد لله كويسة. وأغلبهم يعني في منهم في مصر في منهم برا مصر مش بيدخلوا كل احتياجهم البروتين اليومي. مش لازم. مش معنى كده ان انت بدخلش، بس انا بركز على ان انت ازاي تنقي الاكل بتاعك. وتاني حاجة ان انت تنام كويس. انا بالنسبة لي الاتنين دول. وتالت حاجة بقى التمرين يبقى مناسب. بس نوم كويس، تنقي الاكل بتاعك، تنام كويس، دول التلات عناصر المهمين جدا. والعنصر الاهم ان انت تدور على الحاجة اللي فيها راحة نفسية ليك. الجيم ما هو الا مكان انا رايح عشان ارتاح فيه نفسيا، رايح اطلع فيه الطاقة السلبية، سواء ان انا هعمل شوية حركات كده تغيير جو. لو انت الجيم بيشغل اغاني او مش عاجبك، يعني عن تجربة انا يعتبر آه، كنت مجرب سماعة، ده مش اعلان والله عشان تفتكرش ان ده اعلان. السماعة دي من يو جرين فيها نويز كانسليشن كويس. تسمع قرآن، تسمع برودكاست فيه زي الفل، هيعزلك شوية عن العالم الخارجي. تاخدها معاك في أي مكان انت رايح في تمرين عايز تتمرن فيه. أي سماعة فيها نويز كانسليشن عموما كويس هتبقى لحد ما عن تجربة بيرفكت. عشان أنا كواحد من الناس بقيت أتضايق من الأغاني والصوت العالي، وبقيت أتضايق من الجيمات الزحمة، أو لما يبقى في بادي بيلدرز كتير في المكان، فأنت تحس إن الموضوع إيه
الاصوات بتعلى، فده طبيعي بسبب الادرينالين بقى، وان هو التستوستيرون بيتطفح في المكان، فده مش حاجه غلط، هو عادي، ده اتموسفير للمكان. انا واحد من الناس لما كنت بادي بيلدر كنت بحب الموضوع ده، وقبل كده كنت بسمع اغاني، فالموضوع كان بالنسبه لي عادي. لكن هو دلوقتي عارف انت لما تبقى انت رايح المكان عايز تهدى، انت رايح تتمرن عشان اولا تتحرك صح، تظبط المرايه بتاعتك، تظبط القوه بتاعتك، يبقى تطلع بالجيم انت المود بتاعك متحسن عن ما دخلت، فدي اهم حاجه انت لازم تعملها. غير كده لو الجيم مش موفر لك كل الكلام ده، ارمي كل الكلام ده خالص على جنب واتمرن في البيت، اتمرن في اي مكان. ان شاء الله هتجري في الشارع، ما فيش مشكله، الجري الجري رياضه، شغل عضلات رجلك، ما فيش مشكله. شويه تمارين ضغط تلعب بلانك، تلعب بلانك بوضعيه الضغط، هيشغل تشيست والكتف والتراي. لو في ريزيستنس او مفيش ريزيستنس بالشنطه، شنطه خفيفه، بايسبس كيرل، انت كده شغلت الدنيا. سكوات قاعد على الكرسي، خلصت انت الكوادريسبس. جلوت بريدج، خلصت الجلوتس وانت قاعد. ممكن تلعب سمانه وانت واقف كده، انت شغلت عضلات جسمك كلها على الاقل، ضخيت دم جوه العضلات. فالفكره كلها ان انت تطلع من التمرين ضربات قلبك عاليه، الاندورفين يضرب في دماغك، فتحس بسعاده، او تحس برضا شويه، او تحس ان انت عملت حاجه كويسه. فده الموضوع بتاع التمرين. انت بتكره الجيم، مش بتكره الجيم كجيم، او بتكره انت كرهت التجربة بتاعتك من الجيم من خلال اللي انت شفته. فانت ما تعممش، يعني ما ينفعش ان انا اقول انا بكره لعب الكورة بسبب ان انا رحت حجز كورة والمكان ما كانش كويس والمعاملة كانت سيئة جدا والتيم اللي كان موجود كان زي الزفت، فمش هقول ان انا بكره الكورة، فاهمني، او الكافيه الفلاني او هكذا. فهي دي الفكرة، ان انت كونت فكرة سلبية عن مكان واحد وعممت على كل الناس. اختار مكان هادي، اختار مكان مناسب، شوف مدرب انت استوسمت فيه الخير، ان هو يعرف يتعامل معاك في البداية خالص، الوان ان وان بتاعه كويس، المعاملة بتاعته هيعرف يحط لك بلان تقدر تلتزم بيها بدون ما تبقى فيها تطليع روح في البداية. لان في ناس كتير قوي اصلا رايحة مش عايزة انها تعمل عضلات، هي عايزة تحرك نفسها بس. فده مش شرط ان انت تحط له اوزان خالص، بالعكس، هو هيكفي ان هو الوزن يكون يا اما خفيف خالص يا اما يعتبرها مناسب من غير ما يتعذب فيه، ويحس انه حرك عضلاته. انت اصلا اول ما تخليه يتحرك في المجال الحركي الصح، هو هيحس بشوية سورنيس خفيف، وهيحس ان هو تمام اتمرن فعلا، ان هو ما كانش بيعمل المدى الحركي ده. انت لو علمته ازاي يعمل ديد ليفت من غير وزن، ازاي ينزل الديد ليفت، هو اوريدي هيلاقيها ديفيكلت، اصلا هيلاقيها صعبة. بس في نفس الوقت علمته حركة جديدة، لما ينزل يجيب او اي حاجة من الارض، اكياس، يجيب كرتونة، هيعرف ازاي ينزل على الارض دي يطلعها. فهي دي الهدف من الموضوع، ايه، ان انت تشتغل على الفانكشنال هيلث او الصحة الوظيفية. وده اللي انا من شهر 11 بتكلم فيه، اللي هو انت ازاي تتحرك صح، ازاي تحافظ على نفسك، ازاي تمنع نفسك او ازاي تقلل الفرصة بالاصابة بامراض زي الكوليسترول، السكر من النوع التاني، مرض القلب، الضغط، الحاجات اللي بتيجي بسبب ضعف العضلات، سواء كانت اصابات. نسبة اوريدي التستوستيرون عند الرجالة بتبدأ تنزل بعد ال30، العضلات بتاعتها بتضعف، بيفقد عضلات. الستات بتفقد عضلات كتير، فبتسبب لها مشاكل كتيرة جدا مع التقدم في العمر لو ما اتمرنتش. وعلى فكرة التمرين للسيدات مش بيأثر على الشكل النسوي بتاعها بتاتا خالص، ده فكرة غلط، مش هيأثر عليها إلا لو كانت هي لعبة كمال أجسام وبتاخد هرمونات. فالتمرين حلو، أيا كان تمرين في الجيم، في البيت، أي كان نوع تمرين، تمرين كويس لصحتك النفسية، تمرين كويس لعضلاتك يعني. والدايت بالنسبة لك مش لازم يكون عذاب، بالعكس الدايت يكون مرن على قد ما تقدر، بحيث ان هو يبقى مناسب ليك انت، مناسب لحياتك. فدي اهم حاجة. حتى انت دور بنفسك، مش هتاخد وقت كتير. وغير كده ال AI حرفيا بجد ممكن يساعدك، بس ما تعتمدش كل حاجة هو بيقولها، بس هيساعدك بنسبة كبيرة. لو انت في الجيميناي برو او ايا كان المنصة، هيساعدك ان انت ممكن تحط بلان خفيف خالص، قول له اخف حاجة، تمرين يومين في الاسبوع، التمارين تعتبر لبيجنر، هيديك بلان الى حد ما تقريبيه ممكن تمشي عليها، او على اليوتيوب حتى، فاهمني. فمش شرط ان انت تشترك مع حد، بس اللي هو تعرف انت ازاي تتعامل مع نفسك، ازاي ان انت تحس ان انت مبسوط في المكان، لان دي هي الاولويه. الصحه النفسيه في الوقت اللي احنا فيه ده اهم حاجه بنحاول نسعى ليها، ثم ثم الصحه الجسديه. دول اهم اتنين لازم نركز عليهم. فما تخليش تجربتك السلبية تأثر عليك في الجيم.
الجيمات الى حد ما في جيمات كويسه كتير هتقدر تخليك ترجع وتتحسن كمان، فما تخليش التجربه السلبيه دي تأثر عليك. الفيديو طول شويه معلش، انا قلت احكي معاكم لان انا برضو حتى تجربتي السلبيه من الجيم ما كانتش احسن حاجه في البدايه خالص، لكن الواحد كمل وغلط واتصاب واتمرن مع مدربين كتير الى حد ما انا اخدت الموضوع ككارير في 2019 وبدات ان انا ادرس ويعني اعرف ازاي اتعامل مع البني ادمين في الاول، ازاي اتعامل مع كل واحد على حسب هو مستوى ايه وعاوز يوصل ايه. يعني من الاخر لكل مقام مقال زي ما بيقولوا، بس كده يعني. فلو عجبك الفيديو حسيت ان انت لقيت نفسك في الفيديو ده، ما تنساش تعمل لي كومنت، لان انا الفيديو ده كان بسبب كومنت اتسألته، فنسبة كبيرة قوي لو الموضوع يستاهل اعمل عليه فيديو هعمل عليه فيديو. وتعمل لنا اشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اهم حاجة عشان ده هيساعد الفيديو يوصل لناس اكتر، لايك وشير. ولو مش عامل اشتراك على القناة تعمل لنا اشتراك على القناة. كان معاك كابتن عز، ومع السلامة.